الكوره مش جون جون، تيجي في رجل الواد يقول لك ده ضرب جزاء، ضرب يا عم ده في رجله، لا هي ضرب جزاء، هو كده اوفسايد، لا مش اوفسايد. وبعدين نبتدي بقى ايه؟ الفار، قال لك دور الفار طول ما موجود الاهلي مش هياخد بطولات. طب ده اسمه كلام يعني ناكد هذه النظريه الحقيقيه؟ طيب ماشي. طيب ما نشيل فيشه الفار. اول مره في التاريخ اشوف فار ساعه تروح ساعه تيجي. بيشتغل الشوط الاول ويفصل الشوط الثاني، بيشتغل الشوط الاول ويفصل الشوط الثاني، العكس حسب النتيجه، حسب النتيجه. انت ليك ضربة جزاء وانا مش عايز احسبها، الفيشه اتشالت، الفار اتعطل، الفيشه اتشالت. يشيل في اصلا فيشه، ما هو كهربا برضه مسمينه فيشه. ايوه واخد بالك؟ فاعترضت على التحكيم منتهى الادب، خلي بالك ما غلط. لو طلعت بيانات من الحكام قال لك الراجل ده خرب يا نهار ابيض. ده احمد دياب رئيس الرابطه قال لك لم نستفيد من هذا الرجل والتحكيم فاسد، رئيس الرابطه. وطلب دلوقتي احمد دياب كان حلو، ما انت من شهرين كنت عمال تعض فيه وبتعض في كلامه. لا طالما احمد دياب قال يمشي يبقى يمشي. اغسطس اللي جاي ما يلعبوا كوره، يقعدوا كمان 6-7 شهور ما يلعبوش كوره، ده حرام. الامر الثاني، الفلوس اللي اتدفعت دي 4 مليون اتدفعوا بالحج، و20 مليون جنيه اتدفعوا في ناصر منسي، وشباده اتدفع فيه 1,000,000 جنيه اعاده عشان قطع الاعار. المبالغ دي كلها على حساب مين؟ اصل نادي الزمالك ده نادي دوله مش نادي افراد. نادي الزمالك ده نادي دوله، نحن نتحدث عن 25 مليون جنيه مصري، دول على حساب مين؟ امرين دول خلوني ان انا افتش في الموضوع. اذا انا عرضت، هذا هو الامر، واديت مثال بنادي اتحاد طنجة المغربي، نفس الكيس نفس الحالة بتاعت نادي الزمالك. وخلي بالك لأن هناك ما يسمى سيستم القيد الدولي وسيستم القيد المحلي. سيستم القيد الدولي شكرا 31 يناير 12 بالليل طك اتقفل. واحد فرحان ان خلاص رمضان في اخر مارس وتعمل اعلانات كوتونيل ونستريح شويه. راجل قول لهم ادفعوا الفلوس اللي عليكم الاول.